يلعب كرة وسط الميدان مرة أخرى، توصل ليونس، ارتكاز كبير على عساس، ممتازة ممتازة. الهدف الأول للمنتخب المغربي كان منتظر جدا من المسرار. المسرار نعم يفعلها بعد تنظيم هجومي على من رائع. شوف مرة أخرى هذا التبادل الكروي الرائع بين العناصر الوطنية، وبعد ذلك جاءت القدم التي منحت الأفضلية المغربية عن طريق اللاعب المسرار هنا بالقدم اليسرى، يغالط المدافع وحارس المرمى. تقدم المنطقي لبداية هذه الجولة تحت الضغط في هذه اللحظات. يخرج العناصر الوطنيه في هذا المرتدى. فرصه الهدف الثاني يا سفيان. المسرار يفعل مرة أخرى، يرجع المسرار، يعود المسرار، يوضع في الشباك المسرار. 2-0 يا المسرار. هكذا هي الصورة، تفوق واضح للمنتخب المغربي المسرار. نعم قلتها مشاهدينا الكرام، الموزمبيق لما تخرج هنا تجد المساحات، هنا تجد الفراغات، وبالتالي عادل هابيل ان شاء الله في الشباك يا عادل، ان شاء الله في الشباك يا عادل. ايضا الحكم يطلب من اللاعبين هنا الرجوع للخلف. اذا عادل هابيل هذا وقائد المنتخب المغربي، عينه على الكرة وعينه على الشباك في انتظار إشارة الحكم في هذه الأثناء. عادل هابيل يسدد الكرة، الثالث للمنتخب المغربي. هكذا هي الصورة، الأشبال يتفوقون، شباب الفوتسال يتفوق في هذه اللحظات. 3-0 يقرب البعيد، يقرب النخبة المغربية من المباراة النهائية.